بتمشي على الطريق واما التعب بيحل، يقفوا اللي تعبوا ويختفوا من شمسهم في الظل. في ناس بتمشي على الطريق واما التعب بيحل، يقفوا اللي تعبوا ويختفوا من شمسهم في الظل. وهي وماشية ما بتكل، لا عمرها بتشكي ولا بتمل. وهي وماشية ما بتكل، لا عمرها بتشكي ولا بتمل. ماشية في عز الشمس في حضنها ولادها، في طريق طويل فيه الضعيف بيضل. زي القمر ما بيعشق الليل الطويل، زي الهوى ما بيهوى ينسى في الخلاء. زي القمر ما بيعشق الليل الطويل، زي الهوى ما بيهوى ينسى في الخلاء. هي بتعشق تبقى ومستحيل يتغير العشق اللي جواها في ناس بتمشي على الطريق واما التعب بيحل، يقفوا اللي تعبوا ويختفوا من شمسهم في الظل. عاشت سنين كانت وتد، والظهر مفرود للأبد ولا انحنى. عاشت سنين كانت وتد، والظهر مفرود للأبد ولا انحنى. ما اتكسرتش من الزمن، ما اتأثرتش من الهدف والمطحنة. ومهما تتخبط مع العيشين، ومهما تتخبط مع العيشين. في ناس بتمشي على الطريق واما التعب بيحل، يقفوا اللي تعبوا ويختفوا من شمسهم في الظل. حاجة يما البت هانم ايه خرات البنات خرطها خرطة وكان مزاجه رايق. ايوه بصراحة يما جمال وأدب وكمال غير كل البنات راسي. ما رضتش ترقص ابدا، حاولت معاها مفيش فايدة. أنا عارفة، أنا مش قلت لكم إن البت دي كويسة؟ حكيماني نظرتي ما تخيبش أبدا. ايوه يما شدتلك، قلت عليها نظيفة وطلعت نظيفة بحق ربنا. أمال طلقتنا عليها ليه يعني من ناحية وبهي أختي من ناحية؟ فاكرة يا بنت جبناها الأم من ساسها لراسها. ماني كنت متأكدة من ده كله، بس يعني قلت الأمر ما يسلمش. المثل بيقول
تعرف فلان اعرفه، عشيرته لا تبقى ما تعرفوش. حاكم البني ادم مننا يا ولاد، عشان تعرفوا حقيقته لازم تضحكوا فيه. اذا كان دهن نفسه بهيه هيعوصي، ان كان على لونه الاصلي هيبان. اصل البهيه اللي البني ادم بيدهن نفسه بيه عمرها ما بتنشف ابدا، بتفضل طريه على طول حتى لو نشفت. لو اتحك في غيره او مشي في الشمس بتقشر وتنها نازله ويبقى منظره مجيح. الله 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 ياما، كلامك حكم. البت دي لا يمكن تفلت منين. تفلت؟ تفلت تروح فين؟ أنا خلاص حطيت عيني عليه. فاضل ياما نعرف اذا كانت شاطره ولا زاطله. شكلها كده لا بتعرف كنيس ولا طبيخ ولا ايتها حاجه. ايوه، ما هي على طول مع ابوه. لا، المرسال قال لي إنها بتعرف كل حاجة، بس برضه ما ينفعش، أنا لازم أشوف بعيني. يعني بعد ده كله ياما عندك مرسال غيرنا؟ أمال يا بيت، هي لعبة. الدور والباقي على عيسى اخويا. ها يا ترى هيقول فيها ايه؟ يقول اللي يقوله، يدور على اللي هيسمع له. هو يقدر يقول حاجه؟ اها، وانت تايهه بنت عن عيسى اخوكي. على كل حال اللي فيه الخير يعمله ربنا. يلا يا بهية هات الكنكه لحسن انا دماغي صفرت. والنوم سلطان يابا، اوعى يهرب منك. نام انت، نام نام، تصبح على خير. السرير من غيرك بارد. والله انا شايف مفيش حد بارد غيرك انت يا مريم. خشي خشي بدل ما افرج عليك الدار واخلي الكل يشمت فيكي. ومال رجله يشكم زي ما هو عايز. وما دام اني راجلك بتفتحي البيار الغويطه ليه يا مريم؟ بقول اللي في نفسي، واذا ما كنتش رايدني اقول مش هقول تاني خلاص. بتلفي وتدوري كتير يا مريم. ينقطع لساني لو كنت بلف وادور على سيد الرجاله كلتهم. وبعدين الحيطان ليها ودان، احنا هنتكلم هنا. تعالى ندخل جوه. القعده هنا مش مقامك يا سيد الرجاله، يا سيدي وتاج راسي. ماشي يا مريم، هدخل، بس احسك عينك كلمة واحدة عن الدار التانية هكسر لك ضلعين وفخد. انت سامعة؟ فوتي قدامي، فوتي يا جايبالي الكلام والهم، فوتي. ما عادش عبد العزيز بيقعد معانا زي زمان، خلاص بقى في ست في قعده، ما يقدرش يتاخر لبعد العشاء والا تطين عيشته. ايه، ما عندناش ستات تطين عيشه حد يا عبد الباقي. انا قصدي انه تكني يعني. واحنا يعني لما كنا بنسهر بالليل شويه كانت بتبقى شرعي؟ الا النوم بدري يا شيخ طلبي من اصول التربيه. النوم بدري يا اخويا عبد الباقي من اصول امك الحاجه فاطمه ثعلبه، تقول ان له 3 فوائد، اولهم الصحه، وتانيهم عدم مخالطه رفاق السوق، وتالتهم بقى واهمهم وربنا هيديمها علينا نعمه يا رب امين، هي الصحيان بدري ساعه اذان الفجر. امتى انا كمان اتكني وانام بدري؟ ما تبقى تتنحنح يا عيسى وانت داخل. ايه بسم الله الرحمن الرحيم. انت يا ولا هتفضل سارح كده في الدار طول الليل؟ ما تبطل العاده السخيفه دي يا ولا. بخاف انام لوحدي. من ساعة ما اخويا عبد العزيز اتنقل في قعته مع عروسته زينب وانا حسيت بالوحدة. امتى بقى القعدة تتميل عليا بواحدة تنور حياتي وتبشرجني وتعمل لي حس؟ ايه؟ طب ما تكلم امك يا اخوي. وهي امك عايزة كلام؟ دي يا دوبك على ما تخلص من واحد تدور على التاني. يبقى خلاص اهمت بقى، الدور هيبقى عليك خلاص. بس انا دوري طول قوي وخد سنين كتيرة، لما اروح اجربت تطلع. بقول لك ايه يا عيسى، بطل قلة حياة ما. بقول اللي في نفسي. ايه مالك يا شيخ طلبة؟ زعك فيا كده ليه؟ اقعد معوج واتكلم عدل. بسيطة.
اوعى. ايه رايك يا شيخ طلبه تكلم امك تجوزني سكينه؟ مش انت حبيب امك برضك؟ ايه يا ولا المسخره دي يا واد يا عيسى؟ ايه؟ مش انت اللي قلت كده؟ اقعد مع وود واتكلم عدل. خلاص بقى يا جماعه، احنا قاعدين نتسامر، مش هنعمل عركه. طب بذمتك يا شيخ طلبه، مش نفسك تتجوز؟ انا بقول ان الزواج استقامه. نفسك يعني ولا مش نفسك؟ من غير ما تقول لي كلام معجرة. شوف يا عيسى، الزواج يا اخويا نصيب، وكل واحد باذن ربك بياخد نصيبه ودوره كمان. واني بقى دور اللي جاي، وهخليه دور معتبر. العروسه موجوده، ويا الحلاوه يا ناس، واني موجود، يبقى خير البر عاجله. عباقي، ايه؟ ما تغني لنا حاجه على الدور اللي انا فيه ده. ايه؟ هتعمل فرح اظن؟ يا شيخ طلبه ما تعقدهاش، الفرح هيتعمل لما يكون الاوان. طب يلا يا عيسى، يلا على قعدتك يا اخويا، هم امال. يا ساتر، قعدتك غم وكلامك ماسخ، اعوذ بالله منك. انت اللي كلامك بينقط سكر. تصبح على خير. وبعدين يا عبد الباقي، هتفضل امه سايباه كده سرح في الدار طول الليل يتصنط على جعات اخواته المتجوزين لحد عياره ما يفلت؟ يبقى هو عنده حق، الجواز ليه ده. مالك يا عايز عمال بتلف حوالين نفسك كده ليه؟ امي صحيح. ايوه صحيت، بس قاعده في سريرها ملهاش مزاج، بتسال ليه؟ اصل بيني وبينك البارح بالليل الندهه ندهت لي، قمت طالع وراها السطوح، عيني غفلت نمت. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يا عيسى؟ مالك يا اخويا؟ ايه ماليش، هروح اخد الجمل من مناخها واسرح. صباح الخير يا مرات اخوي، صباح النور، ان شاء الله تكوني مبسوطه. الجواز حلو ولا كل شيء كان؟ في ايه يا ابو عيسى؟ سلامتك يا زينب. مالك يا واد؟ مالك؟ حاسه بيك عمال تتحنجل حواليا، في حاجه عاوز تقولها؟ اما براء عليك يا مرات اخويا، عرفت اللي انا عايزه بالمظبوط. خير يا عيسى؟ احب اسال الاول، ابويا الحاج درويش مزاجه اليومين دول رايق ولا متضايق؟ ايه الحمد لله رايق، الهي يروق باله على طول بحق جاه النبي. يا رب. بصراحة ربنا أنا عايزك تجيبيها له كده بصنعة لطافة، تتصرفي يعني. في إيه يا والد؟ أنا بصراحة ربنا اخترت واحدة وعايز أتجوزها، مش على أساس ندخل على طول يعني، لا، نحجزها بكلام رجال. أيوة سكيني. إيش عرفك يا مرات أخوي؟ إيه؟ هو في حاجة بتستخبى يا ولا؟ على رأيك، دي اللي بتولد في مكة بيجيبوا أخبارها المتجورين. على كل حال البت ميتة في العتبة. جد؟ جد. منين جالك؟ من كام يوم كانت بتملى معايا من المكرر. وبعدين؟ ولا قبلين. الحقيقة البت عملت معايا الواجب وزيادة، ملت لي البلاص وشيلتوني على دماغي وقالت لي السلام أماني. قالت لك سلمي لي على عيسى؟ لا يا وال، لا هي هتقول كده بالمفتشر سلمي لي على عيسى؟ امال يعني ما اقصدش يعني منين انت عرفت يعني انها تقصدني انا؟ اهلا. انت فاكرني عبيطه يا ولا فاكرني عبيط؟ ما اقصدش ربنا المعبود.
والله ما انا فاهمه لك يا عيسى. انت يا واد ايه اللي شقلب حالك بالشكل ده؟ انا اصلي عايز اتاكد اذا كانت ريداناني بحق وحقيقي ولا لا. من الناحيه دي اطمن. طب همتك معايا بقى يا مرات اخويا. هلا وانا ايش بايدي اعمل؟ المشكله اني مكسوف اكلم ابويا الحاج درويش، فاقصد يعني انك تكلميه انت وتقولي له البت كويسه وبنت ناس والواد رايدها اللي هو هاني. ايه؟ العبد في التفكير والرب في التدبير وكل شيء نصيب وخصوصا الجواز يا عيسى. وانا بقى مش هتجوز الا هي، وبقولها اهو بعين وصوتي عشان الدار كلها تعرف من دلوقتي. يا لهوي اسكت يا والا وطي صوتك، الحاجه ثعلبه تسمعنا تخلي يومنا مطين بطين. ليه؟ واحنا بنسرق؟ بقول لك ايه، انت يا اخويا مش خلصت الكلمتين اللي كنت عاوز تقولهم لي؟ ايوه خلصت. خلاص بقى اتكل على الله وسيبنا اشوف شغل. بكره ان شاء الله الفرح يبقى فرحين، فرح ولادتك وفرح جوازي على سكينه. قول يا قادر يا كريم. يا قادر يا كريم. ايوه ايوه ايوه. الله، برافو عليك يا دي البيت، تسلم ايديكي. تسلميلي. تعرفي انت ربنا بعتك ليا من السما، انا لو اعرف كده كنت عجلت بالجواز. كتر الحزن يعلم البكا ياما. حكيماني كنت طول الليل قاعده برجلين ابويا، اهو دلوقتي باجي مش لاقي اللي يدعكهم له يا حبه عيني. لا، وامك فين؟ امي ايدها خشني بتخلي ابويا يصاوم. ايوه، كان الله في عونه، ابوك ده متحمل كتير قوي. والنبي دمي دي غلباني وعلى نيتها. كلنا غلابه. خلينا في المهم. شوقك ياما. عارفه شغلك في الدار هيبقى ازاي؟ اللي ربنا يقدرني عليه هعمله ان شاء الله. شغل الدار بحالها. لا، فاطمه ثعلبه ما تعرفش شغل الجهجهون دي. كل واحد هنا عارف اللي له واللي عليه. وماله ياما؟ النظام عندي كده، كل واحد عارف شغلته وبيعملها، كل واحد معلق من عرجوبه. فلان قال فلان عاد، حسك عينك تعمليه. الفتنة عندي قطع لسان على طول. ربنا يكفينا شر الفتن. عبد العزيز جوزك زي العرج اللي في السقف ده، لو العرج ده يطلع من السقف جوزك ما يقدرش. هو اتولد في الدار دي وبعد عمر طويل هيموت فيه. ربنا يديه طولة العمر. قادر يا كريم. 2950 ونص، يعني يبقى رصيد الجمعية 2950 رضا لمن يرضى. البركة في العبد لله. خدت العيان قفش. مفيش حد ما دفعش وما تبرعش. امال اني صدرتك ليهم ليه؟ ما انت وشك مكشوف ولسانك مبرد. البركة فيك برضه يا حاج درويش، الناس بتنكسف منك وما تقولش لا. برضه يعني كان لازمهم واحد صدق زيك. الحمد لله احنا بنعمل لوجه الله، مفيش حاجة بتدخل جيوبنا. ايه رأيك يا ابو غلاب؟ اني بفكر اوسع الجمعية. ازاي يعني؟ يعني نضم بقية العزب اللي حوالينا كلتها. نبتدي بعزبة نصيف والكردي والعرب وبعدين بقية العزب. ومال، فكرة كويسة. لا انا قصدي يعني العزبة اللي بعديه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ايه يالا؟ سبت عروستك وجيت ليه دلوقتي؟ عروست ايه بقى يا بدرويش؟ ما خلاص خلصت؟ يا ساتر يا رب. لا مش قصدي، انا قصدي ان الارض اهم من زينب. وبعدين زينب هتروح فين؟ ما هي قاعده في الدار. وبعدين مش معقول يا بدرويش اسيبك قاعد هنا لوحدك. طب اقعد يا ولد. لا اطمن على الارض والانفار الاول وبعدين اجي لكم. والواد طاير فين؟ جاي بالغدا وجاي ورايا. بعد اذنك يا بدرويش. يلا يا اخويا انت وهو. احنا بكده بقى ممكن نساعد كل الناس. مبروك يا الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا اخويا منك له. يلا كل واحد يرجع على خط. يلا اشتغل. ها ايه اللي بتعملوه ده يا خايب منك له؟ دي اصول شغل دي. بتزعق ليه يا عبد العزيز؟ بشغل فل اهو.
برجع حس للغيط يا ولد، وكمان عشان ابويا درويش يعرف انني بشتغل. يلا يا اخويا، يلا كله يشتغل. وبكده بقى ربنا يقوينا ونوسع مجلس الإدارة ويبقى فيه أعضاء من كل بلد، وكل عضو يبقى يعني زي مندوب رسم البلد. فكرة حلوة يا حاج درويش. شد حيلك يا اخويا. ها؟ عبد العزيز، عبد العزيز اخويا. ايوه يا طارق. ايه؟ امك راحت لشيخ البلد؟ ايوه امك راح وقال لها لسه 3 ايام على الري، المكنه مش فاضيه. يا نهار ابيض، ده كده الزرع هيموت يا ولد. بقول لك ايه؟ روح لابوك درويش قول له على الحكايه دي، خليه يشوف له صرف. طبعا اقول له ابو الحاج درويش. ابو الحاج درويش، انت فين يا ابو الحاج درويش؟ يلا يا اخواتي هو تشتغل. ايه حكايتك يا ابو مسلم؟ تاخد المكنه لحالك ولا ايه؟ في ايه يا حاج درويش؟ الصبح امك ودلوقتي انت اروي ارضي ولا اسيبها تبوظ؟ ما انت بتروي ارض الجيران كمان اهو. الجار اولى بالشفعه. ايه ما قلناش حاجه، بس احنا متعودين نأجر المكنه مره كل شهر وده ميعادنا. والماكينه مش فاضيه زي ما انت شايف. الله بقى لك اماثل وتقول الماكينه فاضيه ومش فاضيه. طب ايه قولك بقى؟ انا هخلي لك الماكينه دي زي البنت البور اللي مفيش عريس راضي يطل عليها. قصدك ايه يعني؟ تحرجها؟ ما تتكلم عدل يا ابو الحاج. استنى يا ابو غلاب. لا، احنا لا بنحرج ولا بننهى، احنا بنسيس امورنا بالطريقه اللي تريحنا عشان تعمل لي فيها عنتر يعني، وتجي لك الحاجه فاطمه ثعلبه بذات نفسها وتقول لا، يبقى احنا لنا طريقه نبقى بيها ارجل من الرجاله اللي قدامنا. الله يسامحك. انا ما بشتمكش، انا بقول لك كلمه عشان تحطها حلقه في ودنك، والايام هي هتدور وهتقعد انت والماكينه على شط الترعه تقول ظلموه الناس. سلام عليكم. وقال لك ايه المحروس شيخ البلد؟ خلاص يا حجه المشكله اتحلت. الجمعيه هتشتري مكنه لكل الفلاحين في الزمام، وبكره ان شاء الله هبعت صادق وطلبه للبندر يشوفوا مكنه كويسه ونشتريها. عداك العيب يا درويش، اتصرفت صح. خش بقى شوف مراتك احسن تعبانه وراكده في السرير، على ما زينب وبهيه يحضروا لنا العشاء. الحاجيني ياما، بسيمة سخنة يا اختي وبتفرفر. الحاجني يا درويش. بسيمة بسيمة، مالك يا ضنايا؟ مالك؟ بسيمة فتح عينيكي. ايوه الحمد لله مفيش حاجة. ما تخضيش يا حبيبتي، ما تخضيش. بهي روحي هاتي لي شوية مية في الكوز من الزيت. حضر الركوبه يا ولد نجيب لها حكيم. حكيم؟ حكيم ايه يا درويش؟ حكيم وفاطمة ثعلبة موجودة؟ بجاني بداوي ولاد الناس، مش هعرف اداوي بنتي. يا بهية المية يا بسم الله الرحمن الرحيم. يا معاذ. خد يا ضنايا، بسم الله الشافي المعافي. بسم الله بسم الله. ايه جرى ايه؟ مالكم ملمومين كده ليه؟ بسيمه بعافيه شويه. يا حبيبتي مالك يا اختي؟ ايه ايش قولك يا عمدو؟ لا حاجه حلوه خالص، ولا الحوجه اللي ما كانت شيخ البلد. ايوه نجاوة عيني يا حضرة العمر. برافو عليك يا صادق. عايزين نخصص لها غفير. غفير نظاميات. لا، غفير خصوصي والجمعيه تدفع مهيته. أنا بقول لازم يكون لها أسر مش غفير، ولازم يكون بيفهم في المكن. ايوه هو اللي هيشغلها ويزيتها ويعملها صيانه اللازمه زي الدفتر ما بيقول. عليك نور يا صادق عشان يبقى مسؤول عن تشغيلها. ايوه بس نجيبه منين ده؟ الواد ابراهيم الشيال كان شغال عندي في مكنه الطحين، ولما الجيش خده جبت حد بداله، بقول نجيبه وهو يشغلها ويصونها. كده يبقى ناقص حاجه مهمه قوي. ايه خير؟ المكنه دي هتبات فين؟ هتسيبوها كده؟ لا هنعملها بيت صغير. روح عند عمك الزياده. بقول لك ايه؟
ادي يا لبان. نعمل يا حضرة العمدة. انت هتبجب بالمكنه دي لحد ما نعمل لها بيت، فاهم؟ حاضر يا حضرة العمدة. يلا بينا يا رجال. ايه خليك هنا. حاضر يا حضرة. شوف النصيب يا حاجه، من مكنه للدار تتطور الفكره وتبقى مكنه للناس كلها على حساب الجمعيه. عشان تعرف امك بينها وبين ربنا عمار قد ايه، ما رضاش يكسفني. قلت لشيخ البلد هجيب مكنه اكبر من مكانتك. وهيها الكلمه يا حاجه. وهتشغلوها ازاي بقى؟ شغالها ازاي يعني ايه؟ اللي يحتاجها ندورها له. ببلاش؟ دي خدمه من خدمات الجمعيه يا حاجه. ايوه بس يعني المكنه دي مش بتاكل وتشرب زي البني ادمين؟ مش هيبقى لها قسطه بما هي يشغلها؟ ما كل ده يا حاجه هتدفعه الجمعيه. ايوه بس انا اعرف ان الجمعيه بتاعتكم دي اسمها تعاونيه، يعني عشان تساعد الفلاح مش تصرف عليه. دي معموله باموال الناس يا حاجه. لكن الخدمه دي لازم تكون بفلوس، ما هو يا كده يا تخرب الجمعيه. بفلوس ازاي يعني؟ اقول لك ازاي. يعني مثلا شيخ البلد هياخد كام في الري من الفلاح؟ نقول 10 قروش؟ لا، انتوا تروله ب3 4 قروش، وفي الحاله دي بقى تبقوا ساعدتوا الفلاح وجبتوا حق المكنه. والله فكره يا حاجه. بقول لك ايه، ما تيجي نعملك رئيس مجلس الاداره؟ احنا نخدم وناكل من دارنا. والله هبقى اتشاور مع زملاتي في حكايه الاجره الرمزيه دي يا حاجه. لا ما تتشاورش، انت تخليهم يوافقوا. هيوافقوا ان شاء الله. ان شاء الله. بقول ايه، بسيمه عامله ايه دلوقتي؟ بقت كويسه الحمد لله، يعني تستريح لها ليله كده وبعدين تنطلق في الدار. ان شاء الله ما يتسكت لها حس ابدا. مراتك ما سابتهاش طول الليل يا درويش. تسيبها برضه ازاي يا حاجه؟ دي عندها اعز من اختها. عاوزه اخش اغديها. تعالى يا درويش، يلا عشان اغسل ايديك. الحمد لله. والله حكايه بسيمه دي ما خلتنيش انام طول الليل. قعدت افكر، ليه ما يبقاش حدانا في زمامنا مستشفى نحتاج له وقت العوزه؟ ده الواحد مننا لما بيتعب ما بيلقاش اي حته يروح فيها يتعالج، ده ممكن يموت لا قدر الله. صب شايفه يا بنت يا مريم؟ شايفه البنت هاني محظاها حلو ازاي وانا بطب لها العجين؟ ايه يا عجين يا عجين، وريني سر هاني مدة فين؟ 1 17 18. يا اختي البنت هاني محجب 20 عيل. يا سعدك يا عيسى يا اخوي. الله، انا مش فاهمه انتوا ليه مصممين على هانم لعيسى مع انه هو رايد سكين. اصبري يا عجين وريني سر سكينة الدافين. يا اختي يا ساتر يا رب، يا ساتر استر يا رب. ولا واحد يا عيني يا ربي. اهي البنت سكينة مش هتجيب لها ولا عيل واحد. يا لهوي، ايه العبط اللي بتعمليه ده يا بيت؟ كنت من اولية الله الصالحين ولا كنت من اولية الله الصالحين؟ ايه مش بشوف مستقبل اخويا؟ هي بتشوفي مستقبل اخوكي في العجين؟ مستقبل اخوكي خلاص يا اختي، هو حدده بنفسه. يا اختي اسم الله عليكي، وانت مالك يعني بتدافعي عن سكينة كده ليه؟ أنا شايفة 2 عايزين بعض يبقى لازم يتجوزوا بعض. وإذا كنا احنا كلنا بنحب هانم. يا سلام، وانتوا كليتكم بتكرهوا سكينة؟
مش بنكرهها يعني بنكرهها، بس بصراحة ربنا أمي عجبها هانم، وإحنا كلنا نحب اللي تحب أمي. ايوه 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 يا اختي، ايوه الحكايه كده بقى، مش حكايه لا هانم ولا سكينه، حكايه امك عايزه مين ومش عايزه مين، وانتوا وراها تقولوا امين. واني مالي بتقولي لي يعني ليه؟ ما عندك درويش يا اختي، جوزك وراجلك اسأليه وأثري عليه، مش هو كبير الدار ومحدش يقدر يرد له كلمة أبدا. ايوه هقول لا هاني هسكت ولا اني هسكت، لا ولا انت فاكراني خايفه منه ولا خايفه منه ولا خايفه منه، لا يا اختي اني ما بخافش من حد، اني هقول له يعني هقول. بصراحه يا حاج درويش، انت والجمعيه بتاعتك دي عاملين لنا هيصه في البلد. وماله، احنا في ديك الساعة لما البلد يبقى فيها حركة، والحركة بركة يا عمدة. بذمتك يا حضرة العمدي، الجمعية ليها فايدة ولا ملهاش؟ يعني ما انكرش انها ساعدت ناس ياما، بس عيبها الوحيد انت عارفه. واني كمان عارفه. اياكش يكون العيب في الجمعية نفسها، ده انا استقيل منها. عيبها الوحيد يا ابو غلاب التبرعات. لو ما كانتش حكايه التبرعات دي كانت الجمعيه دي تبقى اخر نظرك. امال هنخدم منين يا عمدة؟ ما هو لازما ولا بد من التبرعات. ما كفايه الاشتراكات يا اخي، لازما التبرعات دي. الله، اعضاء الجمعيه كتروا بقوا ياما من البلد اللي حوالينا. 10 ساغ في الشهر، لا نبقى رايحين ولا جايين. ما قلنا 5 ساغ يا ابو غلاب، ال10 دي رسم اشتراك. 5 ساغ دي للغلابة، انما العيان 10 على طول غير التبرعات. اتفضل يا سيدي، ادي غرامة تانية. انت بتنسى ولا ايه يا عمدة؟ اشحال لو ما كنتش بتدفع كل شهر 10 ساعات؟ هو انا يعني كنت بدفع حاجة؟ ما انتوا مستقرضين ابن علي الدين وهو اللي بيدفع. ده ابنك ده نائب الرئيس، هنستقرضه ازاي؟ انت اصلك ما انتش واخد بالك العمدة بيلف حوالين ايه؟ وانا تايه عن حركات العمدة؟ يعني انت واخد بالك بيلف ويدور حوالين ايه؟ طبعا عاوز يهرب من المشروع. الله يفتح عليك. مشروع ايه ده؟ انا ما عنديش علم باي مشاريع. ليه؟ وعلي الدين ما قالكش ولا ايه؟ لا، ما قاليش على اياته حاجه. ازاي يابا ازاي واحنا تحددنا في الموضوع ده النهارده الصبح؟ موضوع ايه يا شملول؟ حته الارض الملحه اللي قدام الكنيسه. مالها؟ ماني جاي لك يابا. انت مفوف يا انا ذنبي اضحي بحته ارض 3 فدادين ملك؟ برضه اتحددنا في الموضوع ده. هنتحدد تاني. هو الكلام حرم يا رجاله؟ لا، الكلام ما حرمش، عشان يبقى اتفاق رسمي مع رئيس الجمعيه والسكرتير ونائب الرئيس وامين الصندوق اللي هو ابنك برضه. خلاص، منك ليه يا حاج درويش؟ قول لي يا عمده، الارض دي انت بتستفيد منها بايه؟ وده معناه ان افرط فيه ايه؟ في الايام جايه بكره المباني تحصلها وبيع المتر بالشيء الفلاني. ده ولا 20 سنة على ما المباني تحصلها، عايز تبقى 20 سنة للعيال تلعب فيها الكورة؟ وهي ضرنا بايه يا ابو غلاب؟ لا بتاكل ولا بتشرب يا اخويا. خش في المفيد يا حاج درويش. وانت ما قلتلوش؟ قلت له، بس عايزك تقول له تاني. شوف يا عمده، الجمعيه هتشتري منك الارض دي. وده بتسميه شراء؟ ده اسمه نهب يا راجل. تشتري 3 فدادين ب 250 جنيه ليه؟ لاقيها ولا سريجه يعني؟ ايه واحنا يعني هنتاجر فيها يا عمده؟ دي البلد محتاجه لها، محتاجه المستشفى والعيانين ياما. وال 250 جنيه احسن منها، اصلك قطعت حيلها يا عمده من ساعه ما جرفتها عشان تعمل طوب وتبني به السرايا. منه لله اللي كان السبب. ابويا اصله مش واخد باله ان الارض العاليه اللي حواليها بتصرف فيها، لما خليتها هتبقى بركه. ايوه طلعها في دماغي يالا. ما انا عارفك راسم على ايه؟ راسم على القرشين اللي هيطلعوا منها، لكن ويمين بالله ما تشم منها مليم احمر. والله ما في دماغي حاجه من دي يابا خالص. انا صعبان عليا الناس، كل ما واحد يجي له دور عيل يشحططوه في مستشفى البندر.
اسمع يا عمده، الجمعيه هتدفع لك 350 جنيه في حته الارض دي. قلت ايه؟ اظن عدانا العيب. بقول لك يا حاج درويش، ما تخليهم 400 جنيه ولا سحتوت يفتح الله. وافق يابا وافق. انت نفسك كنت بتحلم بمستشفى للبلد، وبرضه دي هتبقى محسوبه لك. امري لله. اكتب العقد يا ابو غلاب. العقد جاهز اهو، هحط القيمه. حط يا اخويا القيمه. انت راجل قيمه. هات يا اخويا. بسم الله. مبروك عليكم. الله يبارك فيك يا عمده. وانت يا علي دي بصفتك امين الصندوق اكتب لابوك شيك ب 300 جنيه. بقول لك ايه، احنا اتفقنا 350 جنيه. العقد انكتب ب 350 جنيه يا عمده، لكن انت هتقبض 300 وتبقى اتبرعت ب 50 جنيه بس للمستشفى. 300 جنيه بس يا عمده، ده انت كان المفروض تتبرع بالارض كلتها، خلي الطابق مستور. احنا هنعمل لك دعايه جامده. منك يا حاج درويش. صحيح ابن فاطمه ثعلبه والاجره ما بينطفيش نورها، ما بينتهيش دورها، ما بينطفيش نورها. ومهما تجوى الريح، ومهما تجوى الريح، مش سهل تكسرها. مادام عافية وجدر على الأيام هتمشي.